بسم الله الرحمن الرحيم. أستكمل حديثي معاكم عن الأهلية والولاية في الزواج. أهلية الزواج والنيابة في عقد. جمهور المجتهدين ومنهم الأئمة الأربعة متفقين على أنه لا يشترط البلوغ في أهلية الزوج، فيصح أن يزوج الأولياء الصغير والصغيرة وإن كان في المعنى. يبقى إذن النهاردة الوفق لرأي جمهور المجتهدين والأئمة الأربعة إن هو مش شرط إن هو يكون الزوجين بالغين حتى إن هو يتم عقد الزواج. وقالوا إن هو ممكن يجوز للأولياء ولي البنت ولي الولد إن هم يزوجوهم وهم لسه في المهد، وده كان منتشر قبل كده والى حد كبير او الى حد بسيط دلوقتي ما زال منتشر برضه في بعض القرى عندنا في الريف المصري. ولكن المشرع الكويتي اشترط في الماده 24 اشترط البلوغ والعقل في اهليه الزواج. طيب انا في عندي حالات واحد مثلا يكون فقد عقل، مجنون او معتوه او سواء كان ذكر او انثى، هل يجوز زواجه ولا ما يجوزش زواجه؟ هنلاقي ان الحاله ديت عجتها الماده 24 في فقرتها باء من قانون الاحوال الشخصيه، قالت للقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه بس بشرطين. الشرط الاولاني ان هو ان يثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه. الشرط الثاني ان يرضى الطرف الاخر ان هو يتزوجه بحالته ديت يعني. طيب هل يصح زواج المكره او السكران؟ القانون اخذ بمذهب الامام الشافعي وما قرره ابن القيم بان زواج كل من المكره والسكران ذكرا كان او انثى غير صحيح، دون ان يفرق بين السكر المباح او السكر غير المباح، لان المدار هو صحه الاراده. هنلاقي برضو ان المشرع الكويتي منع توثيق عقد الزواج او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة 15 سنة ويتم الفتى 17 سنة من العمر وقت التوثيق. طيب هل المنع من التوثيق بينافي صحة الزواج او لا يثبت نسب من يولد من هذا الزواج؟ الفقهاء على اساس قال لك ان هو اذا وقع الزواج مستوفيا شرائطه الشرعيه، من بلغ بلوغا طبيعيا من الجنسين قبل السن المشار اليه 15 سنه للبنت او 17 للفتى، فانه لا ينافي صحه الزواج، وان النسب يثبت في هذا الزواج حتى ولو لم يتم توثيقه. طبعا هنا القانون عالج مسألة اللي هي الشروط الموضوعية لصحة الزواج، الأهلية وصحة الرضا وشروط الخلو من الموانع، بنرجع فيها لأي قانون بالنسبة إذا اختلف جنسية الزوجين. فقال لك هنا بنرجع لقانون جنسية كل زوج، إما إذا كانوا متفقين او متحد الجنسيه، يبقى اذا هنا في الحاله دي ان هو بيطبق القانون بتاع الدوله دي سواء كانت الكويت او مصر او والمشرع اجاز التوكيل في عقد الزواج. يعني انا ممكن النهارده اوكل انسان ان هو يبرم عني عقد الزواج، واجاز الشرع واجاز المشرع ده بشروط نصت عليها ضمنها قانون الاحوال الشخصيه. طيب ما نيجي نتكلم في الولاية في الزواج، المشرع هنا شرع الكويتي على خلاف المشرع المصري حدد حالتين او فرق بين حالتين. الحالة الأولانية اللي هي زواج البكر التي بين البلوغ وتمام 25، وحالة زواج الثيب والبنت التي بلغت 25 عام. قال لك البنت اللي هي البكر بين البلوغ وتمام 25 ماشي،
ديت ان هو الوليها في الزواج هو العصب بالنفس. فإذا لم تجد العصبة فالولاية للقاضي، ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ذكرا كان أو أنثى. وفي الزواج ده اشترط القانون ضرورة اجتماع رأي الولي مع المولى عليه، وقد خالف الإمام أبو حنيفة هذا الرأي وقال أن للمرأة أن تنفرد باختيار الزوج من غير إشراط وليها، ولها أن تنشئ العقد بعبارتها وهو ينشأ بعبارة النساء صحيحة، ولكن يستحب أن يتولى ذلك وليها وأن يكون عنه راضيا، إلا أنه شدد في اشتراط الكفاءة في من تختار، كما اشترط أن يكون مهر المثل، وجعل للولي حق الاعتراض إن كان المهر دون المثل حتى يبلغ المهر المثل أو يفسخ العقد، وجعل العقد غير صحيح إن لم يكن الزوج كفءا. ده قانون الأحوال الشخصية لقانون الإمام محمد أبو زهرة. ده مرجع كويس بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية في مصر. المشرع المصري خد بمذهب أبي حنيفة. طيب ما نيجي نشوف الحالة الثانية اللي هو يعني عالجها المشرع الكويتي، اللي هي حالة زواج الثيب والبنت التي بلغت 25 عاما. الثيب كما هو معروف هي من سبق لها الزواج، والبالغة التي بلغت 25 عاما يكون لهن الرأي في زواجهن بحيث يكن موافقات على زواجهن. يبقى إذن هنا لازم رأي البنت هنا لازم هو الأساس. وفي حال موافقتهن لا يباشرن العقد بأنفسهن بل يباشرن العقد عن طريق وليهن. يبقى إذن موافقة البنت هي الأساس بالنسبة للولي، هو مجرد ان هو يباشر العقد. طيب في حالة من الحالات الثانية ان هو التزويج عن طريق غير الولي. الحالة ديت اللي هي نصت عليها المادة 31، قالت في حالة عضل الولي للفتاة، حالة تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة، في الحالة الثالثة أنه في حالة تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة واختلفوا حول أمر الزواج. هنا بيعضلوا الفتاة. يعني إيه العضل؟ العضل هو أن يتقدم شخص للزواج من البنت عنده كفاءة من جميع الوجوه الشرعية وباستطاعته مهر البنت بمهر المثل، فتوافق البنت ويرفض الولي دون مسوغ، فهنا يكون قد عضل البنت. هنا في الحالة دي يجوز لها رفع الأمر للقاضي ليأمر بتزويجها بعد إثبات عضل الولي. المذكرة الإيضاحية للقانون وضحت الحالة دي وقالت حالة عضل الولي ووكل الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا بالتزويج، عملا بقول الله تعالى: فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن. ويشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفءا للمرأة وقت العقد، عملا بنص المادة 34 من القانون. والكفاءة في الزواج في اصطلاح الفقهاء هي المساواة أو المقاربة بين الزوجين في أمور مخصوصة، فلا تكون في الزوج دون الزوجة حتى لا تعير به هي وأولياؤها. واختلف الفقهاء في تحديد عناصر الكفاءة، إلا أن المادة 35 من ذات القانون نصت على أن العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين، عملا بقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله. والحديث النبوي يقول: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واعتبار الدين وحده على أنه حق المرأة وليها مأخوذ من فقه الإمام مالك، ويكفي ظاهر العدالة فلا تتزوج العفيفة بفاجر مستهتر. واستخلاص الكفاءة بين الزوجين وعضل الولي للفتاة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
نموذج لدعوة عضل في الصفحة بتاعة القناة على الفيسبوك، ممكن يتم الرجوع ليها على أساس لو حد حب إن هو يرفع دعوة. بعد كده بنتكلم على الكفاءة، والكفاءة احنا تعرضنا ليها في الجزء اللي فات، بس في بعض النقاط هحاول ان انا اضيفها. الجانب اللي هو الذي تشترط فيه الكفاءة، الاصل في الكفاءة انها تشترط في جانب الرجل، اي ان هو يشترط ان يكون الرجل كفءا للمرأة، ولا يشترط ان تكون المرأة كفءا للرجل. ليه؟ لان النصوص الواردة في الكفاءة تتجه كلها الى اشتراطها من جانب الرجل، لأن العار لا يلحق أسرة الرجل إذا تزوج من خسيسة، وهو يلحق أسرة المرأة إذا تزوجت من خسيس. وقت اعتبار الكفاءة، وقت اعتبار الكفاءة هو وقت إنشاء عقد الزواج، لأنها شرط إنشاء لا شرط بقاء. وعلى ذلك إذا تخلف وصف من أوصاف الكفاءة القابلة للتخلف كالمال، ففي هذه الأحوال لا يفسخ النكاح لتخلف الكفاءة، بل يبقى لأن النكاح قد وقع. يعني مثلا النهارده أنا الزوجة تزوجت واحد في مستواها المادي وراجل غني وعنده أموال وكلام زي كده، وبعد الزواج حصل إن هو البورصة انهارت أو شيء أو من هذا القبيل وهو افتقر. إذا هنا ما يجوز ليها إن هي ترفع دعوة على أساس إن هي تفسخ عقد الزواج على أساس انتفاء الكفاءة، لأن وقت إنشاء العقد كان هو كفء ليه. طب هل يجوز للولي طلب فسخ العقد عند عدم وجود تناسب في السن؟ المادة 36 من القانون عالجت الحالة ديت، واعتبرت ان الحق ده حق خالص للزوجة وحدها تنفرد هي في الرأي فيه، دون ان يحق لوليها طلب فسخ العقد اذا كان هناك فارق في العرف. طب متى يسقط حق طلب فسخ العقد حال توافر عدم الكفاءة؟ النهارده بالنسبة المشرع في المادة 39 حدد 3 حالات وذكرتهم المذكرة الإيضاحية للقانون بأنه إذا حملت الزوجة أصبح في فسخ الزواج لنقص الكفاءة ضررا يتعدى إلى الولي، يبقى دي أول حاجة. الحالة الثانية وإذا انقضت سنة على العلم بالزواج ازداد حق الكفاءة ضعفا، الحالة الثانية. الحالة الثالثة من رضي فقد أسقط حقه والساقط لا يعود. بنيجي بعد كده اقتران العقد ببعض الشروط. طبعا احنا في الفترة الأخيرة طبعا النهاردة في الحرية الشخصية زادت، والنهاردة المرأة أصبحت ان هي بتتدخل وان هي عايزة تضيف شروط لعقد الزواج تضمن بيها مصالحها وحماية نفسها. طيب تم تقسيم الشروط ديت ومدى وجوبها على 3 أقسام. أولا ان الإمام مالك رحمه الله جاء عنه انه نهى الناس ان يتزوجوا بالشروط، ولكن فقهاء مذهبه قسموا الشروط الى 3 اقسام. الاول ما يقتضيه العقد ولو لم يذكر فيه، مثل حسن العشره، اجراء النفقه على الزوجه. الشروط ديت جائزه ووجودها وعدمه سواء، لانها هي من لوازم العقد فيثبت بالشروط وبدون. القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضى الدوام والاحكام المترتبه عليه، يعني مثلا ان هو يشترط الزوج ان هو ما ينفقش على زوجته، او ان هو لا ميراث بينهم. هذا النوع لا يجوز اشتراطه ويجب به فسخ العقد قبل الدخول وبعده. وفي رأي مالك انه اذا اسقطه المشترط صح العقد وان تمسك به فسخ العقد، واذا اقترن العقد بشرط لا ينافي اصله ولكن ينافي مقتضاه او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد. هنا في الحالة ديت ان هو مثلا النهارده باجي اقول والله لا بشترط في العقد ان هو ما يجوز انك انت تورثي مني او ان انا مش هنفق عليك. هنا في الحاله ديت قال لك ان هو العقد ممكن ان هو يفسخ سواء كان قبل العقد او بعد العقد. الامام مالك قال لك ان انا لو انا النهارده تنازلت عن الشرط ده بيصح العقد، وان تمسكت به بيفسخ العقد. الحاله الثالثه ما لا يقتضيه العقد ولا يكون منافيا له وللزوجه في غرض صحيح، زي مثلا لما تيجي تشترط ان هي ايه، ان هو ما يتزوجش عليها او ما يخرجهاش من بلدها او ما تنتقلش معاها. الشرط ده مش محرم وان هو يجب عليه الوفاء به، فاذا ما وفاش به كان للمشروط ليه حق طلب الفسخ. ويجب ان تكون الشروط ديت مسجله في وثيقه الزواج، وهذا الحق يسقط اذا اسقطه صاحبه صراحه او ضمنا. وبكده ان احنا نتوقف عند هذا القدر،
وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء سنلتقي لمواصلة سوالفنا حول أنواع الزواج وأحكامه وأخبار الزواج والجهاز ومتاع البيت وحقوق الزوجين. ويهمني ان رأيكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم والمشاركة من خلال الروابط اللي هي هتظهر تحت الفيديو، ولا تنسوا عمل المشاركة.